يبدو أن ظهور صاروخ إسكندر في روبورتاج إلا أرض الجزائر الذي بثته القناة الرسمية الجزائرية لم يلفت انتباه الوسائل الإعلام المحلية والعربية وفقط، بل حتى الأجنبية، بل حتى مجلة ميليتري واتش العسكرية الأمريكية تحدثت عن ذلك بالتفصيل، وأكدت أن هذا الصاروخ الباليستي إسكندر A من أخطر وأقوى الصواريخ في العالم، لأنه له قدرة كبيرة على المناورة ومساره غير المتوقع يجعل اعتراضه مستحيلا. وتحدثت أيضا على أن مداه يصل إلى 500 كيلومتر وبدقة عالية جدا. يبدو أن هذا الاهتمام والإشادة الكبيرة لهذا الصاروخ الذي تمتلكه الجزائر يدل على أهمية وقوة هذا الصاروخ من جهة، وقوة الجيش الجزائري من جهة ثانية، خاصة بعد تصريح وتأكيد قائد أركان الجيش الجزائري الفريق سعي شنقريحة على أن الجيش الجزائري هو الأقوى في المنطقة بدون منازع. نعم، فمن خلال لقطة خاطفة وسريعة جدا لا تتجاوز بضع ثواني ومحشية بين عدة مقاطع ومشاهد لمناورات واستعراضات لأهم الأسلحة الثقيلة التي تمتلكها الجزائر، لم يشد انتباههم إلا تلك اللقطة السريعة. نعم، إنها لقطة إطلاق صاروخ إسكندر من قبل الجيش الجزائري. نعم، تلك اللقطة رغم أنها سريعة وخاطفة إلا أنها تحمل عدة مؤشرات ورسائل مشفرة من الجيش الجزائري لكل العالم، بل وإلى أي عدو يتربص بالجزائر، الذي وصفه قائد أركان الجيش الجزائري بالعدو الكلاسيكي. فعندما تشاهد صاروخ إسكندر وتسمع قائد الجيش يقول بأن جيشه هو الأقوى في المنطقة وأن جيشه يحمي حدوده من أي عدو كلاسيكي، فهذه رسالة قوية وواضحة ومشفرة في نفس الوقت. فهل تعلم ماذا تعني أنك تملك صاروخ يبلغ مداه 500 كيلومتر وبدقة عالية جدا؟ يعني كما يقال في الجزائر: من مطبخ بيتك تستطيع تدمير دار جارك أو عدوك. نعم، فالجيش الجزائري يقول لأي عدو ينوي تعدي الحدود الجزائرية أن الرد سوف يكون سريع وفي بضع دقائق وبدون إرسال الجنود والعساكر إلى خارج الحدود، بل الرد سيكون من الأراضي الجزائرية، يعني من المطبخ الجزائري، وبضغطة زر ويكون طبق إسكندر وسط فناء بيتك إن لم يكن في غرفة نومك بالضبط. فمثلا لو انطلق صاروخ إسكندر من الحدود الجزائرية بتندوف نحو الشمال بخط مستقيم، فسوف يصل مداه بين مدينة مراكش والدار البيضاء، وإذا توجه إلى الشمال الغربي فسوف يصل إلى مياه المحيط الأطلسي، بل يصل حتى إلى الجزر الإسبانية السياحية المتواجدة في المحيط الأطلسي. وأما إذا توجه إلى الجنوب فسيصل مداه إلى موريتانيا وحتى مالي. نعم، هذا كله إذا انطلق من ولاية جزائرية واحدة، فما بالك إذا انطلق من المناطق الحدودية الشمالية أو الشمالية الغربية أو الشمالية الشرقية، وكذلك الحدودية الجنوبية الشرقية والغربية. وكلنا نعرف الشريط الحدودي الجزائري الطويل جدا برا وبحرا. حقا عندما قال الفريق شنقريحة نحن أقوى دولة في المنطقة لم يكن خاطئا، بل كان على صواب. نعم، بلقطة خاطفة وسريعة اكتشف العالم أن الجزائر تمتلك صاروخ إسكندر، والذي لم يسبق أن صرحت الجزائر على أنها تمتلكها. وهنا تكمن الرسالة المشفرة التي حملها روبورتاج إلا أرض الجزائر، وهي: هل هناك أسلحة قوية لم يكشف الجيش الجزائري بعد على أنه يمتلكها؟ الإجابة ننتظرها إما في تقرير تلفزيوني مشابه لتقرير إلا أرض الجزائر، أو نشاهدها في مواجهة عسكرية حقيقية على أرض الميدان، خاصة أن كل الحدود الجزائرية حاليا ملتهبة ومستهدفة من الخارج. وفي الختام لن نطلب منكم الاشتراك في القناة، بل نطلب منكم الصلاة على الحبيب المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم.